ازيك عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله. ابني بيقول لي مش رايح المدرسة تاني، ولما ضغطت عليه عشان أعرف السبب انهار وقال لي بيتنمروا عليا وعلى جسمي، وحاولت أضحك وأبين إن الموضوع مش هاممني، بس كلهم عاملين شلل ويضحكوا عليا، وفي الآخر اتخانقت معاهم وضربنا بعض، وفي نفس الوقت بيقول لي اوعي تقولي لبابا ولا تتدخلي وتكسفيني في المدرسة. مش عارفة أعمل إيه. مش عارفة؟ إيه الأحسن؟ أقوله اتنمر عليهم زي ما هما بيتنمروا عليك، ولا أول للأخصائية؟ أنا خايفة على نفسيته أوي، مش عايزة ثقته في نفسه تتهز. طب وانتي كان رد فعلك ايه؟ والله حاولت معاه إن ورمي الكلام ورا ظهره، بس للأسف هو حساس أوي وبياخد الكلام على أعصابه. طب وهو اقتنع بكلامك ده؟ لا طبعا، هو قعد يقولي أنا فعلا جسمي رفيع أوي، بصي صوابعي عاملة إزاي. أنا خايف أن يتعقد ويفقد ثقته بنفسه من كتر ما بيسمع الكلام ده. يعني انتي كده شايفه ان حل المشكله ان شويه الولاد دول يبطلوا يتنمروا عليه، ده اللي انا فهمته صح كده؟ أكيد هو كده مش هيكره المدرسة، وثقته بنفسه هترجع له شوية شوية ويحس إنه طبيعي. طيب افرض دول بطلوا تنمر، وبعدين اي شلة تانية ولا اي حد في اي مكان ولا اي موقف اتنمر عليه او اتريق عليه او قال له اي كلمة ما عجبتهوش، هيبقى الحل ايه ساعتها؟ وارد طبعا حد يتنمر عليه ويمشي وما نعرفش نوصل له او ما نعرفش طريقه فين. هنعرف نمنعه ازاي او نحل المشكلة دي ازاي؟ ساعتها هيبقى ايه الحل؟ مش فاهمة، أمال نعمل إيه يحل المشكلة دي؟ والله انا شايفه اننا ممكن في اوقات كتير ما نقدرش نمنع الفعل انه يحصل، لان ده خارج عن سيطرتنا، لكن اللي نملكه فعلا هو رد فعلنا على اللي بيحصل، هو ده اللي نقدر نتحكم فيه ونظبطه فالدنيا تظبط معانا. المشكلة إنه هو من جواه حاسس إن كلامهم صح، وده يمكن بيخليه مش مستحمل الكلام. هو ده بقى اللي محتاجين اننا نشتغل عليه، انه بيتأثر من كلام من جواه. ما ينفعش اقول له سيبك من كلامهم، لانه كده كأني بقول له حاجة واضحة زي الشمس وانا بقول له تجاهلها. ولا ينفع كمان اقول له دول غيرانين منك واحوله لشخص عدواني ومتحفز على اي حد يكلمه او ينتقده. احنا دايما بنتضايق من النقد لما يخبط في حتة وجع جوانا، يعني الاساس اننا بنكون حاسين انه في نقص، ولما نحس ان النقص ده متشاف واللي حوالينا بيتريقوا عليه هو ده اللي بيضايقنا بجد. عشان كده انا محتاجة اعرف هو شايف نفسه ازاي، هو ده اللي يفرق جدا في حل المشكلة من جذورها. مش كفاية ان انا اخلي الولاد يبطلوا يتنمروا، طب المشكلة لسه موجودة وارد تحصل في اي موقف تاني. عشان كده انتي هتسأليه اسئلة كده تطلع كل اللي جواه. يعني ايه؟ يعني مثلا هسأله كده سؤال مفتوح: انت شايف الموضوع ازاي؟ ايه اكتر حاجة ضايقتك في كلامهم؟ واسيبه يطلع كل اللي جواه، اسمع من غير قيود ومن غير احكام. هو فعلا حاسس نفسه رفيع على رغم إنه بياكل كويس واشترك في الجيم، بس من قريب وما ظهرش على جسمه أي زيادة. هنا بقى هبدأ اتناقش في النقطة دي واعترف بوجودها عادي، ما انكرهاش واقول له انت حلو وجميل، لا طبعا، لانه هو مش طفل عشان يصدق اي كلام نقوله. هسأله: طب انت شايف رفعك ده مأثر على تركيزك في حاجة؟ مأثر على مخك؟ مأثر على ذكائك؟ طيب حاسس مثلا انك انت ضعيف لما بتعمل مجهود بتتعب، لما تشيل حاجة تقيلة، لو مشيت كتير؟ غالبا هو هيجاوبك بلا. طيب لو جاوب يبقى هنا محتاجين اقول له طب ايه رأيك نشوف دكتور يظبط الدنيا؟ ولغاية بقى ما نشوف دكتور نتعامل مع ده انه عادي طبيعي. ممكن كمان اسأله: طب انت شايف انا كماما هل انا شخصية كاملة في كل حاجة؟ مفيش فيا اي عيب في شكلي او في جسمي او في شخصيتي؟ هل لو مديري مثلا في الشغل انتقدني في اي حاجة بعملها يبقى انا اروح كده اتضايق واسيب الشغل ولا كل يوم والتاني اتخانق؟ هنا انا محتاجة افهمه ان عادي البني ادم ما يبقاش مكتمل، عادي فيه عيوب ظاهرة، عيوب، عادي كلنا فينا عيوب في شخصيتنا، بس ده في نفس الوقت ما يديش الحق لحد انه يتنمر عليا او يتجاوز حدوده. طب وأصحابه المتنمرين يتعامل معاهم إزاي؟ ازاي بقى يتعامل مع اصحابه دول؟ في اكتر من طريقة. اولها ان هو لما يحس من جواه ان ده مش تنمر او ان هو مش معيوب او في عيب خطير ولا حاجة تخلي الناس تتريق عليه، يعني هيبقى بيتكلم من منطلق قوة مش من منطلق ضعف. في فرق لما انا ابقى حاسس ان جوايا نقص، وفي فرق لما انا ابقى حاسس ان انا عادي طبيعي.
فاحنا لما نتكلم بقى واحنا حاسين ان احنا ثقتنا في نفسنا اعلى، هتفرق الطريقه اللي هنتكلم بيها والطريقه اللي نتعامل بيها مع الموقف. ده هو اللي هيفرق. ان انا مجرد ما احس ان انا عادي طبيعي، كل واحد فيه عيب عادي، رفعي ده مش مأثر عليا في حاجه، هو ده اللي هيفرق في الطريقه. هو شايف ده ازاي دلوقتي؟ لما احنا نتكلم ونفهمه ان ده عادي وطبيعي، هيبقى متقبل نوعا ما ان ده مش تريقه، مش تنمر، انا مفيش عندي نقص، لا انا عادي، انا بني ادم طبيعي عادي. افرض ان انا رفيع شويه، تخين شويه، طويل قصير، كل الحاجات دي هيحس ان هو لا، ان انا بني ادم طبيعي عادي، ده مش مأثر عليا في حاجه، ده مش معطلني عن حاجه. تمام. ممكن نقطه تانية ان هو يفهمهم انا بعرف اتنمر زيكم واحسن منه كويس قوي، وبعرف اقول كلام يوجع، واي حد فيكم في عيوب عادي انا ممكن اتكلم عنها. لو انتوا حابين نبقى اسلوبنا كده مع بعض، اوكي خلاص، محدش يزعل، بس انا مش عايز اخسركم، انا اخلاقي ما تسمحليش ان انا اتريق واتنمر والكلام ده. لكن لو انتوا عايزين ده اوكي. طبعا بتفرق برضو الطريقه واحساسه بنفسه، ان هو برضو بيتكلم من منطلق قوه مش ضعف، ان هو حاسس خلاص، هو متقبل نفسه وعادي وحاسس ان هو تمام. فهنا انا ممكن اساله طب انت ايه رايك، شايف ممكن نعمل ايه؟ خلاص بعد انا ما ضمنت ان هو استوعب النقطه دي وحس ان هو ثقته في نفسه تمام وقادر ان هو يحدد الاسلوب المناسب. مهم جدا هنا ان انا كتدعيم بقى لثقته بنفسه ان انا احسسه ان رايه فارق. طب انت رايك ايه؟ طب شايف نعمل ايه؟ طب ممكن انسب رد نرد بيه يبقى ايه؟ هنا ده هيدعم ثقته بنفسه، وفي نفس الوقت هبقى عارفه هو ناوي يعمل ايه، ناوي يتصرف ازاي لو تعرض للموقف ده تاني. ده هيفرق جدا في التعامل مع الموقف. يعني أسمع كلامه وما أقولش للأخصائية. لو قلت للاخصائيه هيفقد الثقه فيكي تماما ومش هيحكي لك اي حاجه تانية. بالعكس، انت مهم جدا تحافظي على علاقتك بيه ويحس فعلا انه مطمن ليكي وانك في ظهره دايما وبتدعميه. ده هيفرق كتير، وهيحكي لك حتى على تطور الموقف بعد كده، وهيحكي لك اي حاجه بتحصل معاه. احنا اتفقنا ان السبب مش خارجي عشان تحكي للاخصائيه. اقصى حاجه ممكن تعملها الاخصائيه ايه؟ هتعاقب الطلبه. طب ده يعني مش في صلبه، هو الموضوع من جواه اكتر من بره، السبب داخلي اكتر منه خارجي. فده اللي انت محتاجه تشتغلي عليه لو انت فعلا عايزه تحلي المشكله بشكل نهائي، مش موقف وتعديه وخلاص. الحكايه مش حكايه مجموعه اطفال ولا عيال بيتنمروا، لا، انت محتاجه تشتغلي على الاساس اللي من جواه، هو ده اللي هيفرق اكتر.